يسرا بكل صراحة قالت ان لما اتجوزت كانت متحمسة جدا انها تخلف، بس اكتشفت ان هو مش مستعد يخلف. والسبب كان ان هو شايف ان العصر اللي احنا فيه صعب، وان سنهم والفرق ما بين الاجيال مش هيساعدهم ان هم ينفع يبقى عندهم اطفال. في الاول زعلت، بس هي بتقول ان هي دلوقتي شاكرة جدا ان هي فعلا ما خلفتش، لانها ادركت ان هي ما كانش عندها الطاقة انها تقدر تقوم بالتجربة دي في الوقت اللي احنا فيه. بس السؤال هنا هو احنا بنتكلم في حاجات دي بعد ما اتجوزنا؟ دي اكبر غلطه بيقع فيها كابلز كتير، وبيجولي بعد ما يكونوا اتجوزوا عندهم مشاكل زوجيه كبيره. المفروض ان احنا قبل ما بنتجوز بيبقى في مجموعه من السيشنز عشان الكابلز دول يعرفوا هم فعلا مناسبين لبعض ولا لا. بعض الاسئله اللي احب اشاركها معاكم عشان هتبقى مفيده جدا هي: حابب تعمل ايه خلال السنين الجايه؟ حابب تكمل في مصر ولا بتفكر تهاجر؟ تحب تجيب اولاد؟ طب لو تحب عددهم قد ايه؟ وهنربيهم ازاي؟ تربيه عاديه ولا تربيه متحفظه؟ اما تحصل مشاكل ما بيننا هنحلها ازاي؟ هندخل حد؟ طب مين اللي هندخله؟ وحدود الاشخاص اللي هندخلهم ايه؟ ولو محتاجين مساعده تقدروا تحجزوا الجلسه اونلاين وانا هقدر اساعدكم.